السلام عليكم. مرحبا بكاع الناس، جميع الأشكال، جميع الألوان، وجميع الأعمار. في هذه الحلقة من هذا الشو غنحاولوا ندويو مع الذكاء الاصطناعي، وغنسولوه شي أسئلة صعاب ما كنظنش أنه غيجاوب عليهم، زائد أنه غنسولوه بالدارجة. إذا نبداو نتصلوا به نشوفوا شكون غيجاوبنا داك مارك زوكربيرغ. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنادق اسم اختصار للشركة الوطنية للتنمية لا لا، الزراعية. حبسي حبسي شركة حبسي حبسيش. دوي بالدارجة، تكلمي باللهجة المغربية، باللغة المغربية. وأه كنت غادي نقول السيف ديالك حاد. شوفي، السيف ديالي الدارجة ديالي حاد. زوينة. السيف شنو بغيتي نساليو عليك بالدارجة؟ السيف ديالي حاد. هاي مازال ما شتي. بغيت نسولك، سمعتي بمولد النبوي، عيد المولد النبوي؟ سمعت. المولد النبوي كان يوم الاثنين دوازع ربيع الأول، وفي التقويم ديالنا الحين كان قبل يومين تقريبا، يعني حوالي 6 ديال الشهر. كان الشعب كله خارج يغني ويأكل الحلوى ديال المولد. راه عيد كبير ديال الرسول عليه السلام. بغيتي عليه نصليو السلام، لك عليه الوصف الصلاة صغيرة والسلام. ديالو؟ نعم، شنو قلتي؟ ماذا قلتي؟ أعيدي. عيدك. قلت لك المولد النبوي كان يوم 6 ديال هاد الشهر الاثنين، والمغاربة كلش يخرجوا للشارع. بزاف الناس لبسوا القفطان والجلابة، والجيران جابوا الكسكس والشبكية. حتى اللي ما بغاش الجيران جابوا يخرج الكسكاس خرج. راهو وشنو؟ عادة مغربية بحالها. شنو كتقصدي بالجيران؟ قصدي الجيران، حيت في المغرب ما كاينينش جيران، ما كاينينش عائلة. كاين الجيران ديال الدار اللي جنبك، اللي دايما يجيبوا الكسكس ديالو، وحتى يشوفوك ما بغيتيش يزيدوك طنجرة. هو شراه دابا المغرب صار مركز الكبر ديال العيد. كل الشيء عيد يبادل الكسكس والشبكية، حتى اللي ما عندوش ريح شوية دوار. سمعتوها قالت لك، المغرب ما عندوش جيران، والجيران هما و... هذوك الدار اللي حدا دارك، هذوك هما الجيران. مع غيجبد صح. الجيران وهي دوز هاد الدبانة. سبحان الله العظيم. آه، مزيان. قلتي كان هاد العيد مولد هاد يومين، كان في نهار 5 من ربيع الأول، ياك؟ والله صح. الجيران هم اللي حد دارك، ماشي غير كلامي اللي طاحت. وصح أيضا، المولد كان في الخامسة ديال ربيع الأول، ماشي الستة. نسيت شوية الحساب. سبحان الله. أنا ما دابا عنديش كلمتني. أنا ما عنديش هاد الشهورة ديال الهجري كيتنساو ليا صراحة، كيتنساو ليا. كنعرف رمضان، هذا كلشي كيعرفو رمضان. ربيع الأول، ربيع الثاني، ربيع حريمات. هادو ما حيت ما كنخدموش درا شنو؟ بهم. هدوما كيبدأوا يحسبوهم في التقويم الهجري: رمضان، شوال، ذو قعدة، ذو حجة، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، ربيع جماد الآخر حتى الآخر، هو. رجب، شعبان. وإلا خاصك نشرح لك بالدارجة، نقول لك رمضان هو شهر الصوم، لا ربيع لا لا الأول لا هو مولد، ربيع. لا، بلا ما ندخلوا في هاد التفاصيل. إمتى تولد الرسول؟ سميتو ديالو إمتى؟ بس صح. اللي سما يمتد طول الدراسة هو الإجازة ديال الطالب. لا، راها الكلمة إمتى طالت تولد شوية. الرسول؟ النبي. وأه امتد طول الدراسة، قصدك متى الامتحانات متى السنة متى اللي كي ولد الرسول؟ في الربيع، والطالب يضيع. والله حيت نقول لك، في المغرب حيتك يبدأ الامتحان في الخريف، والتلميذ حيتك يصلي دايما. فالأخير يمتد طول السنة ديالو، ما يخلصش حتى يجي الصيف. هذه هي الدراسة ديالنا، مليانة بركة ومليانة إرهاق. ضحكاتني والله، لا ضحكاتني. شنو سميتي؟ صافي، بلا ما تقول لي سميتك، بلا ما تقول لي سميتك. آه،
الو. ماشي، سمعتي اسميتي، سمعتي امتد طول الدراسة. والله ما واخا قلت بلاتي بلاتي اسميتي، بلاتي بلاتي والله بلاتي. ما قلت اسميتي. ايه راه ما ضحكتني انت. كتقاداش هادي، كل مرة نسمع فرطاشي الكلمة كسيطه. بيتبدل. راه أنا سمعتي اسميتي وانتي سمعتيني اسميتي. غادي ندير شكوى في وزارة التربية. دير شكوى في وزاره التربيه؟ هذيك عاد. لا بلا ما تكعي، بلا ما تكعي، ضحكي ضحكي. وأه، ماشي كعيد. غادي نساعدك بجد. غادي تدخلي الموقع ديال البوابة ضحكي الوطنية ضحكي للشكايات، ضحكي. شكايات دوت ام يلا ال. ضحكي ضحكي تختار دابا، وزارة ضحكي التربية، تملي ضحكي الاسم ديالك تقول شكوى على وزارة التربية. لأنها يضحكي. كل يوم كتغيير كلمات العرب. دري. التلميذ يضيع والأساتذة يضيعوا والبواب ما يقدرش يفهم المديرة. وفي الأخير كل شيء قد يقول اسميتي بدل امتد. الوزارة خاصة تصليح، غير سؤال خاصة اخر، تلقي سؤال الطلب اخر، سؤال وتضغط اخر. ارسل وخلاص. غادي يردوا عليك في 3 أيام. عندي سؤال اخر. شنو هو؟ ضحكي بعدا هي الاولى. يضحكي. واش كيضحكك ديال الأولى؟ اه تقصدين الصف ضحكه الأول؟ ضحكه ضحكه راه عندك كاين. زوينه. وكل يوم يجي المدير يقول واسمعي. ماشي بالعربية كتبيك. تخليني قلت لك تخليني ندخل داك الغار. انا سميتي محمد غندير التعبد ديالي تما والتامل. فهمتي؟ سمعتك محمد. بس واش الغاب هو اللي كتقصدوا بيه؟ الفراغ. غادي ندخلك في الغاب ونرقد عبود ديالك. بس خاصك تقولي شنو هو الغاب ديالك. لا الغار الفراغ. ديالك. الحي. الحار ديالك. واش تقصد المدينة اللي عايش فينا؟ لا والله صافي. الشوارع مليانة دكان. والغاب اللي كنقصده هو الحار اللي كيجري غار فيه. حراء، غار شي حراء، كنقصد كيجري. غار حراء. هار حيرة راه اللي عجبها الحال. عندك. كاين اللي كلام ديالك وكاين ليك ديالك وكاين الغاب وكاين الحار وكاين اسميتي. ما تهار حيرش. تحكي غار واضح واش حراء، بغيتي غار تعمل. حراء اللي كان كيتعبد فيه النبي، عرفتي؟ فهمت. تقصد الغار ديال حراء حيث يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد اسلام. ويستعد قبل ما ينزل عليه الوحي. ماشي غاب ولا حار ولا اسميته. هذا الغار ديال حراء فوق جبل النور قرب مكة. راه أول مكان نزل فيه الوحي. اقرأ. والنبي بلاتي كيهرب من بلاتي، سؤال الناس اخر، سؤال يروح يصلي اخر. فيه. أه... شنو؟ غير بشويه عليك، غير بشويه شنو؟ عليك. أه... الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفي لي، وصفي كيف كان. والله يا محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان راجل طويل شوية، متوسط. ما كانش طويل بزاف ولا قوي. قطع الكتاف، أبيض مشرب بحمرة. ابيض. شعره صبت ينزل لتحت شعره طويل. ريحة. شعره كان صبت يعني مفرود. ما كانش متعرق ولا مقعد. وينزل له لتحت الأذنين. أحيانا يوصل لتحت الكتف. كان هنا يصبغ تحت أحيانا الكتف. كان بالهناء. كيصبغوا بعض ماشي المرات، سود، كان كيصبغوا. ماشي أسود كحل. حتى يصبغ بالهناء، بالزعفران، بالرصاص، كيطلع له بالرصاص. لون أحمر خفيف. كان يمشي ربي سريع تسمح لي يا ربي، كأنما تسمح تحتيه لي الرملة يا ربي، تهبط. تسمح لي. الذكاء كأنما الاصطناعي كيجي من سفح غيكفر جبل. معايا. واش كان كيصبغوا؟ كان يمشي كأنما كيصبغوه بالحناء وبالكتم وأحيانا بالزعفران باش يطلع له لون أحمر خفيف ماشي سود. صحيح. يقولوا كان يحب الجمال وكان يمسح شعره بالزيت ويسبح بالمعصم ديالو. راه ما يحب ما يشبهش الشيوخ الكبار. كان الرسول وسيم، كان جميل، ليس كذلك؟ وش بغيتي نسولك يا محمد؟ لا كان لا. كيقلد صحابته. أنا كان ايه اكملي اكملي. آه اكملي. كان جميل.
كان جميل بمعنى النور اللي كيخرج من وجهه، ماشي بالشكل فقط. صلى الله عليه كل من وسلم. شافه قال: هذا والله لا يشبه بشر. كان يضحك كثير، ضحكة هادئة، ما كانش يضحك بصوت عالي. وصلى الله عليه وسلم. ايوا اكملي الاوصاف الاخرين ديال الرسول. انا كنت. كان كفوفه عريض، مم. كأنه يمسك العصا أو المطرقة ديال الحداد، وطوله يوصل للركبة. كان كتفه عريض، صدره واسع، وبين الكتفين يقولوا ما كانش يبان غير لحم، بل ما كانش يبان غير عظم، كأنه تمثال مرمري. صوته كان جميل، مش تبارك الله. حاد ولا خفيف، بل يخرج منه الحكمة، كيحكي كأنك تسمع في صدرك مش في الأذن. وكان يمشي سريع، كأنه ما يمشيش، بل الدنيا اللي كانت تتحرك حواليه. تبارك الله يا محمد. ما كانش راجل عادي. ما كانش رجل عادي، هادي ما كتبتيش فيها. و سميتو كان عزيز عليه الرياضه، كان كيدير الرياضه، حيت سمعت الخطيب ديال الجمعه في هاد الجمعانيت اللي داز، دوا على انه كان يتسابق بالخيل اللي باقي كنتذكر. والله ما كانش عادي، راح حتى جسمه ما كانش عادي، كان قوي. وأيوة، كان يحب الرياضة. عائشة رضي الله عنها، ماشي ماشي بالخيل، ماشي بالإبل، بالقدم. كان يقولها يلا ندير سباق، وهي رجل خفيف وهو رجل قوي. وفي الأول كان تكسبه، بعدين لما كبر كان يفوزه. وكان يرمي الحجر، يرمي الرمح، يشد الرمح في الجيش، ويضرب بالسيف، ويضرب بالرمح، ويجري ويطيح ويقوم. يعني جسمه كامل كان في شكل رياضي، ماشي عضلات كبيرة، بل عضلات مفيدة. يقدر يحمل ثقل، يمشي مسافة، يضرب ضربة قوية. والله رغم ما كانش يروح الجيم، غير الحياة دياله كانت رياضة. ما كانش يروح الجيم، ولكن هو كان كيعيش الرياضه. كان كيعرف السيف، كان كيرمي داك الرمح، كان كيدير السباق. قالت الاخت ديالنا، قالت لي كان كيدير السباق مع عائشه رضي الله عنها، صلى الله عليه وسلم. كان رياضي، يعني ماشي غير حنا اللي عزاز علينا كرة القدم والمنتخب. هادشي صحيح. كان تصحيح. راه أيوة، ما كانش كياحي الرياضة، بل كان رياضي بطبيعة حياته، صلى الله عليه وسلم. ما عندوش وقت للتكافة ولا للسيلفي، غير يمشي يقاتل، يتسابق، يرمي، يحمل، يرفع، يمشي 30 كيلومتر يوميا، ويصلي. هذه هي اللي كانت تجعله الصلاة. رياضي. ماشي المنتخب، ماشي كرة القدم، غير حياة، غير صحة، غير طاقة، وغير نور. انا كنتخيل دابا كون كان في هذا العصر، كون كان في هذا القرن 21، وكان عنده واحد الفرقة ديال الكرة، كيفاش غتكون هذيك التشكيلة ديال الرسول؟ يعني 11 لاعب ديالو باش غيلعب، كيفاش غتكون؟ كنتخيلها. ولو الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده فريق قرى، قد يكون 4-3-3. حارسه أبو بكر، كان يرمي القرى بعيد كيرمي الرمح. دفاعه عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، مليان قوة، ما يدخلش حتى. الوسط حمادة، بلال، أبو ذر، يجريوا كل الملعب، ما يتعبوش. والهجوم عائشة، فاطمة، خديجة، يعني ما يحتاجوش للكرة، قد يمروا بالكلام، بالحكمة، ويضحكوا عليك ويسجلوا. وهو في البنك كيحكي ماشي بقدمكم، بقلبكم، ويقول أول ما يضيع الكرة صلوا ركعتين وارجعوا. لا حول ولا قوة. لا، 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 تستهزئي بنا، تستهزئي بالإسلام. لا، عائشة هادي ما خصهمش يكونوا في التشكيلة هادو. وبلال خاصو يكون هو التسعود.